حديث رئيس الجمهورية مؤخرا في يوم العلم حكى على الكفاءات التونسية وقال إنه يقول نحن من نقرض العالم كفاءاتنا التونسية. يقولوا يدعيوا انهم باش يسلفونا فلوس، ولكن احنا اللي قاعدين في الحقيقة نقرضوا فيهم في الكفاءات نتاعنا. شنو رأيك؟ والله الكلام هو صحيح، لانه نحن معناتها انا توا انت جيت بزهرك مع موظف التعليم، نخدم في التعليم انا بطبيعتي. شوف ربك سبحانه. بينما هو الكلام اللي قاله الرئيس هو صحيح. انا ملي نعرف قبل حسب فما قوله كان يقول فيها الرئيس الحبيب بورقيبه، يقول وسع على النقل والتعليم والصحه، خاصه التعليم والصحه، لانه نحن نخرجوا في الكفاءات، عندنا هجره ما شاء الله، هجره الادمغه. انت سبيطارات الاوروب بشكون؟ بالطب التوانسه. ما نمشي للكلينيكات، انا نعطيك نمشي ساعات للكلينيك نلقاها باش الجزيريه الليبيه المغاربه من الافريقيا حتى من الاوروب يجوا باش يعديون هنا. معناتها ما تونس انترناسيونال في الثقافه ما شاء الله، فهمت؟ ساعات تيح مع ليبي ما يفهمكش في اللهجه، الجزائر اللي تونس كطب انترناسيونال. يقول انه كفاءاتنا والنخب نتاعنا في سائر الاختصاصات لا يمكن تقديرها باي عمله من العملات الاجنبيه. معناتها نحن ايش باش نقول لك، التعليم الطب التونسي والتعليم التونسي كنز لا يفنى، برجولي كنز لا يفنى. معناتها ما شاء الله، معناتها باللي باش نقول لك اجيال واجيال تزيد تتثقف، واجيال ثقافتنا ما نلقاها في حتى بقعه صراحه. هذه مشكله العالم الكل يعرفها، العالم الكل يجوا معناتها كيف باش نقول لك يسرقونا في الادمغه نتاعنا كمهندسين كطب كاي عمل، البناءات البلومبي اي اختصاصات كلها تلقاها لبرا في فرنسا المانيا مقاطعه كيبيك كندا وتوا اسمها قبل ليبيا شكون كان هززها؟ تونس، الشعب العمل التوانسه. اسمعني، اي رئيس ولا اي واحد يقول لك نوصي على التعليم وعلى الصحه وعلى قطاع النقل، هذوما لانه هذوما لو كان يتحسنوا اقتصادنا يولي به، معيشتنا تولي ما شاء الله. معناتها هذوما الكل معناتها، والحمد لله اللي ما عندناش الجهل باللي عندنا ما نسموش كيما برشا دول اخرين. فهمتني؟ معناتها انت انا قلت لك الكل جيل تونس تعدي الاوروب، كلها جيل تونس، في القرايه في التعليم في الصحه اي حاجه. رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاحتفال بيوم العلم تحدث على قيمة العلم، تحدث على الكفاءات التونسية، وقال انه نحن من نقرض العالم الكفاءات التونسية. قال هما يقولوا انهم باش يقرضون الاموال من مؤسسات مالية دولية، ولكن في الاصل هو احنا اللي نعطيو فيهم في الكفاءات التونسية. شو رايك؟ لا مش نقول لك معناها هي تقولي حقيقة ومش حقيقة، لان نحن كفاءات تونسيه لو كان وفروا لها الامكانيات هنا ونتلهوا بها ونعتنوا بها معناها ونستغلوا كفاءاتنا العلميه وكذا، معناها ما تنجمش تقول اللي نحن نسلفوا لهم، يعني نعتنوا نحن بكفاءاتنا قبل ما لكن نرى الكفاءات هذه الهاجه الادمغه الهاجه هذه الخرج للخارج معناها هرس معناها من خاطر ما لقاش معناها حظها في تونس، ما لقاش حظها هنا في تونس. وثم برشا يشجعوا يقول لك على هجة الكفاءات، يقول لك معناها ما كاش حظ هنا. انا ننصحهم، هو معناها ننصح معناها الدكاتره وننصح الوحدات معناها يحاولوا باش معناها يتشبتوا مطالبهم في تونس وما يغادروش، فهمتني؟ لان نحن في حاجه لهم بطبيعه الحال معناها هذايا، وهم ذخر لنا وكما نقولوا هم تاج فوق رؤوسنا معناها. يعني انا فهمت كوني استاذ انا نحكي لك، فهمتني؟ ما نشجعش على، ولكن راه ثم الدوله قاعده تعمل في حلول ترقيعيه حلول ترقيعيه انها في نفس الوقت معناها ما تشجعهمش وما تلبيش لها مطالبهم، وفي نفس الوقت تقول معناها نحن معناها ادمغتنا تهاجر، فهمت؟ ولذا معناها الدوله ولا على رئيس الدوله معناها على رئيس الحرم معناها رئيس السلطه انه معناها يلتفت الى هؤلاء الدكاتره معناها ويعتنوا بهم ويعطوهم حقوقهم ويوفروا لهم معناها المناخ الطيب باش يخدموا في بلادهم، لان نحن هذاك هو بدون علم ما نجموش نوصلوا باش نسيروا هالمجتمع المتطور ونسيروا هالدول المتقدمه، فهمت؟ خاطر كل دوله برجالاتها كما يقول وما يرفع الاوطان الا رجالها ولن يترقى الناس الا بسلم ومن يتقلب في النعيم شقي به اذا كان من اخاه غير منعم. نحن الكفاءات هذه يلزمنا نلفتوا لها النظر معناها نتلهوا بها، لان معناها هي هذاك هو اساس تقدمنا، وذاك بدون علم ما نجموش نحققوا حتى شيء. قال انه الكفاءات نتاعنا ونخبتنا في سائر الاختصاصات لا يمكن تقديرها باي ثمن
او باي عمله من العملات الاجنبيه. هي صحيح، هذا كلام صحيح، لكن يجي على ارض الواقع معناها نحن تلقيه كل واحد عنده شهاده علميه معناها هو دكتور، هو دكتور معناها عنده في الفيزياء، ولا دكتور في الشيمياء، ولا دكتور معناها في الرياضيات، تلقيه يخدم في خدمه اخرى ماهيش اختصاصه. فهمتني؟ ولذا معناها لازم كل واحد نعطوه معناها قيمته، وكل اختصاص نقولوا له اهميه وننتلهوا معناها بكفاءاتنا. هذيك هي اللي تخلينا معناها باش نتقدموا، وهذيك هي اللي تخلينا باش معناها نسيروا الدول المتقدمه. هذا معناها ما نجم نقول لك. فهمتني؟ ولكن راهو الكلام شيء والواقع شيء اخر. معناها الكلام شيء والواقع على الارض معناها شيء. خاطر انت تشوف هكا الدكاتره معناها المهمشين وكدكاتره معناها اللي قاعدين معناها يطالبوا بحقوقهم، ما ريش حتى نهار معناها التفتوا لهم معناها واعطوهم حقوقهم معناها كدوله. ولذا هما ما قدمهمش اي سبيل الا انهم باش يهاجروا، والهاجروا معناها الدول المتقدمه الاخرى هي معناها فاتحه لها احضانهم وتستقبلهم في اي وقت. فهمتني؟ ويمشوا ما عادوش يرجعونا. معناها حتى الدوله في نفس الوقت معناها لو كانت الدوله معناها معتنيه بهم، في كل عام لازم تعمل مؤتمر معناها خاص بالدكاتره وخاص معناها بالعلوم وخاص معناها بالتكنولوجيا وخاص، وتستقطب معناها وتحاول باش توفر لهم الارضيه وتحاول باش تجبدهم باش معناها يرجعوا لارضهم، وحاول باش معناها ما تخليهمش يهاجروا. هذا هو معناها المطلوب.